فيديو النهارده غريب شويه مع انه بيحكي حقيقه علميه. في البدايه هسأل سؤال، تخيل ان في شخصين اتولدوا في نفس اليوم وماتوا في نفس اليوم، لكن في واحد فيهم عاش 100 يوم اكتر من التاني. ازاي ممكن يحصل ده؟ هو ده اللي انا هوضحه في فيديو النهارده. معاكم مهندس مصطفى. جهز قهوتك واشترك في القناه ويلا بينا نبدأ نحل اللغز ده. في البداية الأرض مقسمة ل 360 خط طول، كل خط بيبعد عن التاني بمقدار درجة، وكل خط من الخطوط دي بيفرق في التوقيت بينه وبين الخط التاني 4 دقايق، وال 360 خط دول مقسمين ل 24 منطقة زمنية، كل خط من الخطوط دي بيفرق عن الخط التاني ب 15 درجة، وبيفرق في التوقيت بحوالي ساعة. يعني مثلا عندك الخط الرئيسي اللي هو خط جرينتش اللي هو موجود في انجلترا، بيفرق بينه وبين الخط اللي موجود عليه مصر 30 درجة اللي هي مقدار ساعتين. يعني لو الوقت دلوقتي في انجلترا الساعة 12 هيبقى موجود في مصر الساعة 2. وبكده عرفنا ان الوقت بيختلف من مكان للتاني حسب موقعك على خطوط الطول. ومثال تاني، مثلا نيويورك في امريكا فرق توقيت عن جرينتش -5 من الساعات لانها بتكون في الغرب، اما بالنسبة لطوكيو في اليابان ففرقها موجب 5 ساعات. وبكده نبقى عرفنا ان خطوط الطول لو بعدت شرق او غرب بالنسبة لخط جرينتش هتفرق في الوقت بالزيادة او النقصان. طب ازاي فرق التوقيت ده هيأثر على العمر؟ اقول لك انا، لو انت سافرت شرق هتسبق الوقت. يعني لو طلعت من مصر اللي هي خط طول موجب 2 وسافرت اليابان اللي هي خط طول موجب 9، هتزود 7 ساعات لوقتك. ده بيخليك تعيش وقت اضافي في رحلتك دي. على العكس لو انت سافرت غرب، هتأخر في الوقت. يعني لو سافرت من مصر لأمريكا خط طول -5 قلل 7 ساعات من وقتك، وده بيخليك تعيش اقل في يومك. وكمان في دوران الارض بتلف حوالين نفسها في 24 ساعة دورة كاملة عكس عقارب الساعة، وده بيأثر على الوقت بشكل كبير جدا. فانت لو سافرت غرب كأنك بتعاند دوران الارض، فبالتالي بتأخر في الوقت، وده بيخليك يومك اطول. اما لو سافرت الشرق فانت بتلف مع دوران الارض، فده بيخلي يومك اقل. وعشان اوضح لك المعلومة دي هقول لك مثالين يوضحوا الفرق ده. تخيل ان في شخصين في جزر كاريبي في المحيط الهادي اللي هي خط طول موجب 14، وشخص تاني في هاواي خط طول -10. الفرق الزمني بينهم هو 24 ساعة. يعني لو الاتنين دول عاشوا 80 سنة بالظبط، الشخص اللي في كاريبي هيكون عاش 80 يوم اكتر بسبب الفرق الزمني اللي بين المنطقتين. نفس الفكرة دي هتنطبق على الطيارين. يعني لو في 2 طيارين وليكن عايشين في مصر، الطيار الاول بيطير بين مصر وامريكا فرق زمني 7 ساعات، اما الطيران التاني فبيطير داخلي، يعني ما بيروحش في مناطق زمنية بعيدة. بسبب الفرق الزمني الطيار الاول اللي بيسافر من مصر لامريكا هيعيش وقت اضافي في كل رحلة بيرجع فيها. على مدار مثلا 50 سنة هيكون عاش 100 يوم اكتر من الطيار التاني. بص من الاخر، خلاصة الموضوع الزمن وخطوط الطول بيخلونا نفكر قد ايه العالم ده كبير ومعقد. الفوارق الزمنية دي بتأثر على حياتنا بطرق ممكن ما تتخيلهاش. السفر شرق او غرب بيغير الوقت اللي بنعيشه، وكل حياتنا ممكن تتغير بحسب السفر. القصة دي بتوضح لك ازاي فرق بسيط جدا في التوقيت ممكن يغير حياتك. الزمن وخطوط الطول مليانين بالعجائب والاسرار، واكيد فيهم حاجات كتير ممكن نكتشفها في الوقت القريب. انا عارف ان الموضوع معقد جدا، اتمنى ان انا اكون وضحته بالشكل الكافي، ونتقابل في الفيديو الجاي. وما تنساش الاشتراك. سلام.